السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الثالث في سلسلة تأسيس الصوتيات للمنهج. أي منهج، منهج كامبريدج، منهج لونج مان، ابني في حكومي، ابني في تجريبي، ابني في ثانوي، ابني في إعدادي، ابني 4 سنين، 5 سنين، مخلص جامعة. يعني الكورس ده أنا بشتغله مع دكاترة جامعة. يعني أنا معايا حد من السعودية دكتور جامعة واخد الكورس ده معايا. زي الطفل ال4 سنين. إيه اللي بيختلف يا جماعة؟ اللي بيختلف طريقة الشرح. تمام. طريقة الشرح. حد شغال وعايز الانجليش وعايز الاكسنت بتاعته كويسه، بياخد الكورس ده. ايه اللي بيختلف؟ التفاصيل والشرح والطريقه. الطفل ليه طريقه والكبير ليه طريقه والكم بيختلف. طيب، احنا اخدنا في الفيديوهين اللي فاتوا الشورت اي، وعرفنا يعني ايه شورت فاولز، وعرفنا يعني ايه لونج فاولز. واخدنا الشورت اي وكلمات على الشورت اي، واخدنا الشورت او وكلمات على الشورت او، واخدنا قصه، واخدنا كمان عشان ما تنساش اهمت اللي احنا خدناهم الحصه اللي فاتت. الحروف مركبه لازم اخدها في المستوى الاول. الاس اتش ش، السي اتش اتش، التي اتش ث، والتي اتش ذا. تمام. وحاطين القواعد دي النهارده ميعادنا مع الشورت اي، وناخد بالنا من الشورت اي انه اي ايه ايه، عشان ما نتلخبطش بينه وبين الشورت اي. طيب، زي ما اتعودنا هننطق حرفين مع بعض، والطريقه اللي انا بحبها جدا جدا وبتجيب مع ثمار مع الاطفال. لكن موضوع حرف حرف ما بحبهاش. وما بحبش عائله الكلمات اللي هو ات يبقى كات، ما بحبش ده. البي مع الاي ب، احط الجي ساوند تبقى بيج. السي مع الاي س. هنحط البي ساوند. مستر انت مش عارف، مش قلت قبل كده ان السي صوته ص؟ هنمشي شويه كده. تمام. ونقول قصه حرف الايه السي. لازم اعلم الطفل بطريقه ايه هو قصه حرف السي. حرف اسكان يا مكان. حرف السي ماشي بالليل والجو بيمطر وبيعيط وبيبكي لوحده. قبل الحروف دي ايه هم الحروف دي؟ الاي والاي والواي. قالوا له مالك يا حرف السي بتعيط ليه؟ ايه اللي فيك؟ قال كل الحروف اصواتها زي اسمها، يعني الكيكه، البيبه، الديده، الام ما نا. الا انا اسمي سي بيقولوا لي يا كه. ليه مش بيقولوا لي س زي اسمي؟ رحت الحروف الثلاثه دي مسحت دموعه وقالت له خلاص احنا لما نيجي وراك في اي كلمه هنجبر اي حد ينطقك س مش ك. ده اللي نقدر نعمله معاك. تمام. ومن يومها حرف السي فرحان ومسح دموعه وفضل يتنطط ويقول انا اسمي صح، انا اسمي صح، انا اسمي صح، انا اسمي صح. امتى بقى؟ لما يجي وراه مين؟ لما يجي وراه الاي او الاي او الواي. زي كلمه سينما، ليه هنا قلنا س مش ك؟ عشان جه ورا حرف الاي. زي كلمه ايس. تمام. ليه قلنا عشان جه ورا حرف الاي. زي كلمه سايكل. تمام. جماعه لازم ننزل بمستوى التعليم ده. عجبني تعليق حد من احدى الدول العربيه كان بعته على اليوتيوب، قال لي طريقه شرحك هذا ما يحتاجه كل عربي او كل مواطن عربي عشان يتعلم اللغه الانجليزيه. ان تنزل بالمستوى، انت بتتعلم لغه مش لغتك. تمام. فلازم تنزل بالمستوى ده. نرجع بقى فوق نشوف. عشان كده لازم نعرف الطفل ليه نطلع حرف السي. مش اخبط وخلاص، مش اسمه سي، مش اسمه سها وخلاص، لا. لازم احترم عقليه الطفل. انا من حصتين قايل له ان السي صوته ك، فما اجيش دلوقتي اقول له سها هو هيتبرجل. لازم اعرفه اللي قلنا كده. الدي السي مع الاي س. حط البي ساوند سب. الدي بلس اي د. نحط الجي ساوند دج. تاني الشرح من الكتب الخاصه بيا الحمد لله. ده كتب 6 مستويات، خلاصة وعصارة 10 مستويات فونكس على مستوى العالم. العالم فيه اكتر من 10 كورسات فونكس انا دارسهم كلهم، والعصاره كلها، وواخد من كل واحد منهم عيوبه ومتلاشيها، وحاططها بالطريقه العربيه المصريه الظريفه اللطيفه عشان توصلك وتوصل الطفل او الكبير او ايا كان. فدي كتبي ومتاحه واتس، تقدر تطلبها من اي مكان في الدنيا. دي مع الاي د. هنحط الجي ساوند دج. اف بلس اي ف. هنحط الجي ساوند فيج. الجي بلس اي ج. هنحط الاف جف. هنحط التي جفت. الاتش بلس اي ه. هنحط التي ساوند هيت. الجي بلس اي ج. خد بالك انا ما قلتش ج، في دي في النص الج. الجي صوت الج. حط دي كده جيل. اسمها ايه؟ الجيل. هيبدأ معانا يظهر معانا الصوت التاني لحرف ال. ودي قاعدة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي؟ ان حرف ال لما يجي وراه او يجي قبله حرف فاول. يعني حرف فاول يا مستر اي اي اي. معلش انا بشرح النهارده من التليفون مش من اللابتوب.
عشان مش هتشوفني ولا مش هقدر اشرح على السبوره. ال لما يجي قبلها حرف الاي او الاي او الاو او اليو او اي حرف فاول بنطقها كده دارك ال، اسمها دارك ال. جيل، جيل، ما ينفعش اقول جل، لا جيل. الكي بلس اي ك، هنحط التي ساوند كيت. ال بلس اي ل، هنحط البي لب، هنحط الاس لبس. الام بلس اي م، هنحط التي ساوند ميت. واقول للولد هنا او الطفل هنا او الكبير هنا ان حرف التي تي ام ام ان ان بنطقها صوت واحد غير اللغه العربيه ميت. الان بلس اي ن، هنحط ال ساوند نل. البي بلس اي ب، هنحط الان ساوند بين. الار بلس اي ر. خد بالك احنا خدنا الحصه اللي فاتت مع الشورت او ان السي اتش بنطقها تشه، والتك هنحتاجها قدام ر تش. ر تش، خد بالك من نطق حرف الار. بقول ريتش مش ريتش. ما تقارنش حرف الار بحرف الراء في اللغه العربيه، ما تقولش ريتش، ريتش، ريتش. الاس بلس اي سي، هنحط الكي ساوند سيك. هقول له الكي صوتها ك والسي صوتها ك، والاثنين لما يجوا مع بعض برضه بنطقهم ك سيك. التي بلس اي ت، هنحط الان ساوند تين. الفي بلس اي في، خد بالك من صوت حرف الفي في، ما تقولش ف في، ده حرف فويسد. يعني ايه فويسد؟ يعني حرف اهتزازي بيعمل اهتزاز في احبالك الصوتيه. فين. الدبليو بلس اي و، هنحط ال ساوند ويل، ما تقولش ويل ويل. الواي بلس اي ي، هنحط التي ساوند يت. خلصنا. نبدا امليه الكلمات عن طريق الصوت، وهمليه حرف حرف حرف. اقول له ب ايه ج بيج. خلصنا من الاملاء، نكمل. تمام. اهو بعد انتهاء من القراءة وقراءة الكلمات يقوم ولي الامر باملاء بعض الكلمات عن طريق الصوت وليس الحفظ. ما اقولش احفظها، مش مهم عندي يحفظ الكلمة ولا يعرف معناها ايه، انا عايزه يتملى الاصوات عشان بعد كده المنهج يقدر يحفظ كلمات المنهج عن طريق الفونكس. وده رقم الواتس لو حد حابب يحجز الكورس او يحجز الكتب. ده قصة حرف السي قلناها. نكمل. تمام. هنا بقول لي ايه؟ السي لو جه وراها اي او اي او واي بنطقها صح. اي حرف تاني جه ورا السي غير التلاتة دول هنطقه كه عادي، زي كلمة كار، كات، كب، كات، كوب، كراب، كلوك، كورن، كاب، كلاب، كامبرا، كامبرا، كلوث، كب. انا هنا مش هخلي الطفل يقراهم لان في هنا قواعد احنا ما خدناهاش، انا بعرفه بس ان حرف السي جه وراه اي او اي او واي بنطقها صح. اي حرف تاني زي ما انت شايف كده بنطقه ك. نكمل. هنا بقى نبدأ نحط بقى ايه الكلمة جنب الكلمة، نصعب المستوى شوية. تمام. هتلاقي معانا هنا شورت اي وشورت اي. ها، اول كلمة a big cat. a big cat. a big cat. خد بالك مخرج الجي والكي قريب من بعض، فما ينفعش اقف عند الجي واقول a big cat، لا، احسهم الاتنين حرف واحد. a big cat. بص كده تحس ان قلتهم مرة واحدة a big cat. ها، خد بالك دي ما اسمهاش درينك ميلك، مش حاجه اسمها كده درينك ميلك. درينك ميلك. الدي مع الار قاعده مهمه جدا جدا جدا، لازم الطفل يعرفها وهتحسن نطقه ممتاز. واي حد كبير اللي الدي مع الار ما تقولش درا درا، هتحط صوت الجه في النص كده. تمام. درينك، دراي. ها، درينك. ما اقولش درينك، ما اقولش درينك. ها، درينك، درينك milk. drink milk. ها، this thing خدناها الحصة اللي فاتت، وده من القواعد او الحاجات المهمة جدا عشان الطفل يتدرب. انا بحط له صوتين شبه بعض. ها، this thing وبينهم صوت حرف الاس. تخيل ذا وث وص. this thing دي من المهارات اللي بشتغل عليها مع الطلاب، والحمد لله احنا بنكون في مستوى تاني خالص. this thing. winter wind. winter wind هنا شورت اي شورت اي. winter wind. ها، spring picnic. spring picnic. fish and chips. قلت يا مستر تاني كده fish and chips، ما تقولش and. لما تلاقي كلمة and في أي كلمة اعمل الدروب لحرف الدي. يعني دروب يا مستر سقطوا من الكلمة، هما الأمريكان أكسنت كده. fish and chips. fish and chips. fish and chips. ها، will hit. will hit. dismiss man. dismiss man. ناخد بقى الجمل. احنا طلعنا من حرفين لكلمة لكلمتين لجملة. This is a big cat.
هقرا بالراحه بعد كده هقرا بسرعه عشان اعوده على القراءه بسرعه. This is a big cat. احنا خدنا ايه يا مستر؟ احنا خدنا الشورت اي والشورت اي والشورت او. مش هتلاقي قدامك في الجمل دي غير اللي انت خدته بس، وده اللي انا متلاشاه، وده فخ بيقع فيه الكتب العالميه كلها. بيحطوا هنا حاجات ما الطفل ما خدهاش قبل كده، فبيبدا يسال ايه ده؟ انا ما خدتش ده، فكده انا بعوده على الحفظ. لا، this is a big cat. This is a big cat. تي اتش منطقها ذا، شورت اي this is a big cat. الجمله الثانيه did Jana dig it. did Jana dig it. خد بالك في حاجه هنا اسمها الانتونيشن. الناس اللي اخذ الكورس ده معايا، انتونيشن يعني نغمه الصوت. يعني ايه؟ انا هنا بسالك هل جانا حفرته؟ حفرة الحفرة يعني. ما ينفعش اقول لك did Jana dig it، لا لازم بنغمة صوتي اعرفك ان انا بسالك did Jana dig it. يعني بسالك اقول لك زي ايه يا سيدي؟ اقول لك زي ايه؟ وده المثال ده بضرب بيه المثل في الكورسات بتاعتي. تخيل انت مدير وانا شغال عندك، وانت بتحبني جدا جدا جدا، و موظف مجتهد، فجيت مره متاخر عن الشغل فقلت لك صباح الخير يا استاذ محمد. هتقول لي ايه؟ صباح الخير، وبتضحك صباح الخير، نغمه صوتك حلوه. ها، انا موظف متكاسل ومش طايقني وانت مدير، تمام؟ فقلت لك صباح الخير، نفس الكلمه صباح الخير يا استاذ. تمام؟ انت تفهم من ايه؟ من نغمه صوتي ان انت متضايق مني. نفس الحكايه وانت بتقرا في الفونكس، لازم نغمه صوتك لو حد حتى مش شايفك ولا شايف تعبير وشك يقدر من خلالها يحدد انت ايه، فرحان، زعلان. يعني لازم ادي ان النغمه حقها. في زعل ازعل، في ضحك اضحك، في استغراب استغرب. دي اسمها يا جماعه بنسميها الانتونيشن، واحنا بنعلمها للاطفال الحمد لله في كورس الفونكس. did Jana dig it. نكمل. that is a bad winter. that ما ينفعش افضل اقرا بنفس النغمه. this that is a bad winter. that is a bad winter. is it a pin. is it a pin. is it a pin. I have a good ship. I have a good ship. I have a good ship. خد بالك كلمة جود هنا ما تعتبرش شورت او، يعني ما بقولش جود، لا هنا الاو او تبقى مكسورة اسمها جود. جود، ودي في الامريكان اكسنت ما ينفعش اقول جود. جود. I have a good ship. Dad is in his van. Dad is in his van. Dad is in. هقرا بسرعة بقى. Dad is in his van. Dad is in. الطفل بينفع يقرا كده؟ بيقرا كده طبعا، بنعلمه ده كله في الكورس. Dad is in his van. Dad is in his van. بعد كده I hid in a bin. I hid in a bin. بسرعة. I hid in a bin. I hid in a bin. بعد كده it is his kit. It is his kit. أسرع. It's his kit. It's his kit. It's his kit. بعد كده I will hit it. اسمع بقى دي بقى، ده السبب اللي بيخلي ان احنا قاعدين جنب حد اجنبي او بنسمع حد اجنبي ومش عارفين هو بيقول ايه. I will hit it. اسمع بقى. I'll hit it. I'll hit it. اللي حصل I will عملناها لينكينج، ضغطت الكلمه قلت لها I'll، وكلمه hit it التي هنا جايه بين حرفين متحركين فانطقها دي فلاب تي، فاقول I'll hit it. I'll hit it اللي هي I will hit it، انا سوف اضربه. I'll hit it. I'll hit it. The van is pink. The van is pink. اوعى تقول ذا وما تقولش ذا، ما تقولش فيها the pink. The van. The van is pink. The van is pink. بعد كده I am a kid. ده بالراحة اهي. I am a kid. بسرعة. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. Look at the pink van. Look at the pink van. Look at هقول look at. Look at the pink van. Look at the pink van. Look at the pink van. ده كده الجمل بتاعت الشورت ايه؟ الشورت. ناخد بقى قصة على الشورت اي. تمام؟ قصة ملهاش معنى، انا معدلها، قصة من كتاب اجنبي معدلها عشان تمشي بس مع ايه؟ لان فيها كان فيها لونج فاولز وفيها حروف مركبة. انا اجتزأت الحاجات دي منها وشلتها عشان الطفل ما يتلخبطش. كلها شورت ايه؟ شورت اي. سيد از ا دوج. سيد كان ديج. خد بالك هنا لازم اعلم الطفل وهو بيقرا جمله شاف فول ستوب نقطه اقف خد نفسك. يعني ايه؟ انا باخد نفسي بقرا، لازم اعلمه طريقه القراءه. في نقطه اقف خد نفسك، ما ينفعش تلحم. ها. سيد از ا دوج. سيد كان ديج. هي ويل ديج اند ديج. سيد جوت ا فيج. look at him with the fig. he can put the fig in a tin. the tin has a lid. the pig will not get the fig.
The tin has a lid. A kid and his dad. Will the kid get the fig? Will the kid get the fig from the pin? تمام. انا ماليش علاقه قصه صحيحه، قصه غلط، قصه واقعيه، قصه خياليه. انا بعلم الطفل، بنقله من مرحله كلمه لكلمتين لجمله لقصه، عشان ده اللي بيحصل في الدرس في المدرسه. كلمه هتلاقي جمل، هتلاقي محادثه، هتلاقي نص ورا الدرس. يبقى انا بعلمه عشان ما يجي يحفظ كلمات يبقى يقدر يشتغل على الكلمات الجرامر وهو مرتاح جدا جدا. ده كده الايه ال الشورت اي. هنا بقى جايب لي مقارنه بين الشورت اي والشورت او والشورت اي بعد ما خلصناهم، يعني عشان اعرفه الطفل طبعا بيكون لسه الاي والاو او والاي اي. ببدا اديله بقى ايه حصه كده مقارنه بين الثلاثه عشان ايه يفضل فاكر، عشان ما ينساش اللي احنا خدناه في الاول. بات بوت بيت، كاب كوب سيب، داد دوج ديد، فان فوج جيفت، هات هوت هيت، جام جوب جيل، لاب لوك ليبس، ماب موب ميت، ناب نوت نيل، رات روك ريسك، سات سوك سيك، تاب توب تن. كتاب بيقول لك كويز. الكويز ده بقى ببدأ احط الكلمات للطفل في صفحة وافرغ الحرف الفاول اللي في النص. احنا خدنا الاي والاي والاو، هبدأ اقول له اي حرف عشوائي يجي على دماغي، كات، بات، اشوف هو يقدر يميز حرف الاي من الاو من الاي ويحطه في الكلمه، والحرف يعمله صح اديله عليه درجه. وده الكويز ده مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله استنى الحصه الجايه ان شاء الله في الشورت يو باذن الله تعالى. لو حابب تحجز كورس في الاجازه الصيفيه نمشي على قد مستوى ابنك ايا كان سنه، من اول 4 سنين لعند الى ما شاء الله، بالطريقه اللي تناسبه، بالوقت اللي يناسبه، ميعاد واجبات يناسبه، كورس مسجل ببعت لك حصه بحصه. خلصت الحصه بتبعت الواجبات، المستر بيشوف الواجبات، شاف التقييم كويس جدا، بنشجعه ونقول له برافو كمل، ابعت الحصه تانية ناخدها عشان نكمل. لكن في غلط في الواجب بنقول له عيد تاني وارجع تاني. بيكون في واجب كتابه وقراءه واملاء ونطق مهم جدا جدا. ابنك في ايد امينه، ما بيخلصش الكورس لما يكون عارفه كامل باذن الله. حتى لو في مشكله بيرجع يعيد تاني من دون اي مقابل على حسابنا، عشان احنا متاكد ان شاء الله ان الكورس ده مضمون 100%. اشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنساش لايك وشير وتدعمنا عشان نكمل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.